ايه هتقول لنا عن زيزو بقى؟ هيمشي قاعد هنتبع معاه سياسه الساعه الواحده وترد؟ السياسه دي ادينا الجديد يعني في موضوع زيزو. سياسه الساعه دي الناس اللي بتتكلم فيها للاسف كانت في وجود برضه كابتن محمود الخطيب، اللي هو كان اي لعيب كان بيشوفه بيمضي على بياض. طب لما قالوا له ساعه وكابتن محمود الخطيب قال رمضان صبحي ساعه، ما مضاش ليه؟ مش لعيبه كانت بتشوف كابتن الخطيب بتمضي على بياض؟ دي رقم واحد عشان نخلص من الموضوع ده. موضوع زيزو اللي انا هقوله بالادله وبالاثبات، واي حد من جماهير نادي الزمالك، اي حد من اداره نادي الزمالك، اي حد منتمي لنادي الزمالك ما يقدرش يرد على اللي بقوله ده، لان بقوله ده صدق وحاجات موثقه معايا. يعني اللي انت هتقوله ده معاك دليل عليه، وما اول مره اقوله. تمام. يعني عشان الكلام ده وصل لي ده يا جماعه انفراد يخص زيزو، هل هيوقع للاهلي ولا للاهلي؟ هيقولوا دلوقتي والله العظيم ده حق وحياه ولادي وحياه لا اله الا الله ده حصل. زيزو والله ده حصل. ايه هيوقع للاهلي؟ لا لا لبستني ماشي. زيزو في شهر 11 قعد مع رجل اعمال كبير في فيلته في الشيخ زايد، وجه رئيس النادي شهر 11 2024. جه رئيس النادي قعد معاه وخلص الموضوع. رئيس النادي اتحمل جزء، والراجل المحب للنادي رجع عماد يتحمل جزء، وزيزو نزل الملعب بعديها وجاب اجوان وكان فرحان والدنيا كانت كويسه قوي والدنيا كانت مظبوطه وهاديه خالص. ايه ده؟ يعني الصفقه معموله من شهر 11؟ شهر 11 صفقه انتقال. ومش وهقول لك كمان الرقم ب 70 مليون. 70 مليون وده اللي طلبه لغايه دلوقتي 70 مليون. طب كمل يا كابتن. 40 بتحملهم رجل اعمال و30 بتحملهم النادي، وخلص الموضوع على كده. زيزو من 3 ايام راح النادي، كلم والده، جه من المنيا وراح النادي وقعد مع الناس في النادي على اساس انه هيجدد وخلاص 70 مليون والشيكات هتتكتب وكل حاجه خلصانه. الكلام ده والله العظيم ما في مخلوق يعرفه غير اقول لك زيزو ولا ابو زيزو الاثنين. شوف بقى مين بقى طب يعني ما هو انهى الصفقه بتاعته في الفيلا ورجل اعمال تبرع له ودفع له وعمل له كل البروباجندا اللي معموله بقى على زيزو دي بقى. لا ليه ما جددش ساعتها؟ هم قاعدين لما الموضوع خلص. لا عشان الموارد لسه، الفلوس كانت داخله من المتحده وفلوس داخله لسه من ممدوح عباس والكلام ده كله. هو رئيس الراجل ممدوح عباس هو اللي تولى القصه دي يعني. ماشي. جه اختلفوا هم قاعدين، يعني لسه فلوس ما جاتناش، لسه فلوس موقوفه، هناخد كارد ما اعرفش من ايه، خد فيلا. ده الزمالك. خد فيلا، خد شاليه، بس هتستلم بعد 3 سنين، هتستلم بعد شهر. انت راح تجهز واحد ولا راح تمضي واحد مفروض ده سوبر ستار ونجم واحسن لعيب في مصر وافريقيا واللعيب الوحيد المستوى بقاله 5 سنين وما طلبش حاجه اكتر من حقه، ده بالعكس ده طلب اقل من حقه. 70 مليون. راح فين بقى زيزو يا كابتن اسامه؟ بنسبه كبيره او بنسبه 900% الاتفاق السعودي وفي شهر 7 في الاهلي. نادي الاتفاق السعودي وشهر 7 في الاهلي. وشهر 7 في الاهلي. يعني كده الاتفاق السعودي واخده انا اللي بقول الكلام ده، واخده لشهر 7 وبعد شهر 7 شهر 6 لشهر 6 وبعد شهر 6 زيزو في النادي الاهلي. طبعا. طب التصريح ده على مسؤوليه كابتن اسامه حسن نجم نادي الزمالك، بحكم ان هو طبعا له علاقات طيبه باداره نادي الزمالك ويعرف الوضع هناك ايه. زيزو خلاص انتهى من نادي الزمالك، هيقعد في نادي الاتفاق السعودي لشهر 6 2025 وبعدها هينضم لصفوف النادي الاهلي على حسب تصريح بسبب سوء اداره الملف بتاع زيزو من نادي الزمالك. طيب ايه اللي خلى نادي الزمالك بقى يعجز ان هو يعني زيزو، احنا بنتكلم عن زيزو ما بنتكلمش عن اي لاعب تاني يعني. ايه اللي بيخليه يعجز ان هو ينهي صفقه زي صفقه زيزو مثلا؟ ايه الفشل الذريع اللي وصل له نادي الزمالك؟ ما زيزو للاسف الناس اللي موجوده حاليا ده انا هل مثلا الا في الموارد الماليه؟ ما انت جاي وعارف الموارد الماليه، مفيش موارد ماليه، وقلت جاي عارف الملفات وعارف ان الحمل تقيل عليك. طب ممدوح عباس قلت ممدوح عباس هيتدخل شال ايده من الصفقه. يحل الصفقه. خلي بالك من الكلمه دي، شال ايده من الصفقه عشان بس الناس ما تقعدش تتكلم. يعني ممدوح عباس رفع ايده من صفقه، شال ايده من صفقه وقال لك اللي هيجيب لي سيرته تاني، اللي هيجيب لي سيره زيزو. هل في اسباب بقى؟ لا الاسباب مش عندي بصراحه، انما اللي اتقال كده بالظبط اللي اتقال لي من المصدر اللي هو كان موجود. معنى كده ان ممدوح عباس لو رفع ايديه على نادي الزمالك، نادي الزمالك هيقفل بكره الصبح. طبعا والكل عارفين كده طبعا. طبعا مش موارد في النادي وهم اصلا سلموا دماغهم لرجال اعمال غير ممدوح عباس. ايه الدليل اللي معاك بقى يا كابتن اسامه اللي بيؤكد كلامك عشان الناس ترتاح بقى كده والجماهير ما تطلعش تهاجمك؟ الدليل اللي معايا وريني كده حد هيهاجمني ازاي؟ ما حدش هيتكلم ولا حد هيهاجمني. والفتره الجايه هتحصل كده. ايه الدليل اللي معاك؟ الدليل اللي معايا كلامي. لا كلامك كلامي شوف بقى الكلام طلع من والد زيزو من خالد يعني زيزو، الكلام ده من عم زيزو. الكلام ده من زيزو نفسه. لا شوف بقى الكلام ما بقول لك طلع من مين؟ عشان بقول لك انا عارف بقول لك اهو، ولا حد يقدر يكذبني ولا حد يقدر يرد عليا. والفتره الجايه خلال اسبوع 10 ايام بكتير الكلام ده كله حصل وكل الناس هتقول لك ايه كابتن اسامه عنده حق وانا عارف بقول ايه كويس. يعني زيزو بره نادي الزمالك.
بفضل سوء اداره نادي الزمالك. شهر 7 هنشوفه لابس الفانله الحمراء. هو عايز يعمل نفسه تاريخ، مش هيقعد في السعوديه اصلا، هيرجع تاني النادي الاهلي يعمل نفسه تاريخ برضه. مع ان كان ما عملش نفسه تاريخ في الزمالك. عمل نفسه تاريخ كبير جدا في الزمالك، وجوم ناس بفكره قد كده ضيعوه. هيعمل نفسه تاريخين يعني؟ هو بني ادم ليه تاريخ واحد؟ لا يبقى تاريخين. لا ما يمحوا تاريخ من الزمالك هيطلع اهلاوي. رد